يعطيكم العافية. اليوم بدنا نعمل القطر. أول شي بدي أعمل مفروكة أو كمان بتقولوا لها مدلوقة. أكلة كتير لذيذة. أكيد هيدي هلأ تحضيرات لشهر رمضان المبارك، ممكن تستفيدوا من هالفكرة. بس عندي العجينة أنا عاملتها قبل بوقت وحاطتها بالفريزر. العجينة كتير سهلة، بحط لكم إياها بصندوق الوصف. أول شي عندي هون كوب من السكر للقطر وأقل من نص كوب من المي، أقل بشوي. بدي اياه هون لحتى يعقدوا كتير منيح. هو كتير ألذ بتطلع لما بتعملوا القطر تقيل. وفوقهم دغري بعمل عصرة حامضة، كم نقطة من الحامض، ما كتير، وبتركهم لحتى يعقد القطر. هيدا فرك الكنافة اللي محضر قبل بوقت وحاطته بالفريزر. القطر عم يغلي عندي، بده 5 دقايق بس ورح طفي تحته. وهيك القطر صار جاهز. لكن هلا انا رح شيله على جنب ليبرد شوي. بهالوقت هيدا انا بدي اقلي الفرك المفروكي. هيدا فرك المفروكي رح احطه بهالطريقه. واكيد انا بدي اقليه. هو عباره عن سميد وسمنه وطحين، بنحطهم نعجنهم وبنحطهم بالفرن تيكون قاسي. برجع بطحنه على المكنه تينعم، واكيد برجع بحطه بمصفيه بصفيه لتنزل التكتلات الكبيره. برجع بحط لكم المقادير المضبوطه بصندوق الوصف. بس الكميه اللي رح احطها هي بتعمل لكم صينيتين مثل ما شفتوا. فيكم تحطوا وحده بالفريزر ووحده تستعملوها وقت اللي بدكم. وهيدي نفس العجينه اللي بتستعملوها للكنافه العاديه. هيك لكان كل تقريبا 5-6 دقايق، كل شويه وقت بدنا نقطع ونبرمهم هيك لحتى ناخد اللون الذهبي الحلو او الاسمر. وهيك بعدنا عم نحرك فيهم، عم نقلبهم. شفتوا كيف بلشوا ياخذوا لون الاسمر، تغير لونهم. لكن حكمل انا لاحصل على لون الاشقر. مثل ما شايفين لك كيف صار لونهم، بلش ياخذ الاشقر الحلو. بدنا بعد ليصير اكتر ويصيروا لون واحد. شايفين هاللون؟ هيدا اللون المطلوب. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نضيف فوقهم القطر تقريبا كوب من القطر. وهلا بشوف اذا بدي بعد برجع بضيف. على نار خفيفه. هلا مخفف تحتهم. وهلا بدي اضيف لهم السمنه. دايما اختاروا سمنه حيوانيه تكون طيبه او زبده. اكيد هيدي السمنه ضيفها فوقهم. بلشت تطلع الريحه الحلوه. بعد من القطر وهلا بدي اضيف المزهر والموارد. ملعقه كبيره من المزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحه بتجنن. اكيد وصلت الريحه لعندكم. وهلا بدي احط الموارد. رح احط لها ملعقتين من الموارد وبخلط. هلا انا رح طفي تحتها وبدي انطر شوي صغيره لتبرد. بدي ارجع افركها بايدي، وكرمال هيك اسمها مفروكه. بدي افركها كتير منيح مع بعضها وارجع مدها بالصينيه. شايفين اللون اللي حصلنا عليه؟
هيدا لون المفروكة. بدي انطر لتبرد كتير منيح لاقدر امسكها. رح خليها على جنب انا بهالوقت، ورح اقلي المكسرات. مكسرات نقليهم بشوي من الزيت. رح احط صنوبر بالاول، صنوبر بلش ياخد لون حلو. هلا انا رح شيل الصنوبر على جنب وحط اللوز. لكن كمشي من اللوز فوقهم. لكن هيك اللوز اخذ عندي هيدا اللون الذهبي، هيدا المطلوب. هيك خلصوا. مثل ما شايفين هيدي المفروكة ما شاء الله صارت جاهزة عندي وبردت. بنضل منكبسها بهالطريقة. وهلا باخد القشطة وبفردها فوقها. انا رح احاول احط القشطة بالنص. في حال حدا ما بياكل قشطة، دايما بنحسب هالحساب، نعملها بهالطريقة هاي. اللي ما بياكل قشطة بياخد بس من الداير، واللي بحب القشطة بصير بياخد من النص. وهلا فوقهم بدنا نضيف القلوبات، بنزينها بالقلوبات. هلا انا رح اخد فستق الحلبي وزينهم بهالطريقة. حط لهم كمان دايرهم. احلى جات حلو ببيض الوجه. وهيدا حتعوزوا تعملوا هيك وصفات برمضان. شيروا الفيديوهات وخلي الكل يستفيد، وخاصة بهالأزمة الاقتصادية اللي نحن مرقين فيها. رح تكونوا كتير مبسوطين. لايكوا هالمنظر ما شاء الله، عن جد وصفة ما بتتفوت. لكن مثل ما شفتوا هيك النتيجة ما شاء الله بتجنن. ما تنسوني سبسكرايب لايك وشير. اكيد سورشاس كيتشن. انطروني بعد بوصفات لذيذة، وكل عام وانتم بخير. رمضان كريم. هيدا اول طبق حلو لشهر رمضان اكيد. باي.